هاي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين هنتكلم النهارده عن ادوات الرسم للمبتدئين. يلا نبدأ. الاقلام عندنا نوعين زي ما انا موضحة، بي و اتش. البي كل ما يزيد الرقم بتاعه بيكون اغمق، والاتش كل ما بيزيد الرقم بتاعه كل ما بيكون القلم افتح. طيب بنستخدم اتش امتى والبي امتى؟ الاتش بنستخدمها في التخطيط بتاع السكتش، ولازم ايدنا دايما تكون خفيفة على الورق عشان لما نيجي نمسح ما يكونش علم في الورق. البي كل ما يزيد الرقم بتاعه بيكون اغمق، ودوت بيساعدنا ان احنا لما بننوع في الاقلام ده بيخلينا نطلع رسم واقعي اكتر. وانا هشرح بعدين موضوع التظليل باكتر من قلم وبنفس القلم. تاني حاجة الاستيكة، عندنا 3 انواع. تمام. اول نوع الاستيكة العادية اللي احنا بنستخدمها، وديت ممكن نمسح بيها في اللي هو التخطيط بتاعنا الاولي. تاني حاجة الاستيكة المونو زيرو اللي انا عرضاها ديت، ودي استيكة بتمسح حاجات دقيقة جدا زي لمعة العين لو عايزين نظبطها وكده، وزي ما انتم شايفين نقدر نعمل بيها اشكال. واخر حاجة ودي مهمة جدا، ودي استيكة الفحم، ودي استيكة بتتشكل زي الصلصال ونقدر ان احنا نخفف بيها السكتش بتاعنا، او لو غلطنا في درجة تظليل معينة ممكن نخففها. وطبعا ده بيختلف من فنان لتاني. نيجي للورق، مش اي ورقه بنرسم عليها. الورق العادي بتاع الكتابه او كراسات الرسم بتبقى مخصصه للاطفال، ما ينفعش ان احنا نستخدمها، لازم نستخدم ورق سميك بيكون السمك مكتوب ورا زي الدفتر دوت. انا هوريكم السمك بتاعه. الورق هنا لما يكون سميك بيتحمل درجات كتيره جدا من التظليل، وبالتالي الورقه ما بتبصش. اتمنى تكونوا استفدتوا، وباي باي.